السلام عليكم، تحياتي متابعينا في هذا الفيديو الجديد وفي هذه الأخبار الجديدة بشأن التقاعد في الجزائر. يتعمق العجز المالي لصندوق التقاعد في الجزائر بعد أن تضاعف بأكثر من 8 مرات في العشر سنوات الأخيرة، حيث كشفت الموازنة التكميلية للعام الجاري عن تسجيل صندوق التقاعد عجزا يفوق 720 مليار دينار، أي مقابل 680 مليار دينار العام الماضي. وقد ما دفع الحكومة لاقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار للعام الثالث على التوالي. اضطرت الحكومة لاقتراض مبلغ مماثل العام الماضي لضمان معاشات المتقاعدين، مع اللجوء لحل آخر، وهو لأول مرة ضخ 3% من الجباية النفطية التي تشهد انتعاشا مع تعافي عائدات النفط في صندوق التقاعد، وهو ما يمثل 64 مليار دينار تمويل، فيما يبقى تمويل العجز المتبقي والمقدر بحوالي 156 مليار دينار مجهولا حتى الآن، حسب البيانات الصادرة عن الصندوق التي طلعت عليها صحيفة العرب الجديد الذي أخذ منه هذا الخبر. فإن عدد المستفيدين من استحقاقات التقاعد يبلغ نحو 3.9 ملايين شخص، في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا أكثر من 50 ألف شخص.